شباب، ان شاء الله الحصه الجايه هنعمل مراجعه سريعه، واتمنى من الكل يكون على قد المسؤوليه. ان شاء الله يا استاذ. يلا في رعايه الله، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يلا بينا علشان وقت الفسحه قليل، نلحق نعمل حمام ونجيب حاجه من الكانتين ونتفرج على ماتش اداره المدرسه. انت بتشجع مين؟ انا بشجع الواد احمد ابو العين، واد جامد وفورتاك. انت بتشجع مين؟ انا بقى بشجع الواد محمد السقا، واد حدوته ابن الايه. طيب يلا بينا. ثواني هحط فلوس الرسوم في الشنطه، انا خايف طبعا مني واحنا بنتفرج على الماتش. تمام يا عم، يلا بينا. انت بتعمل ايه؟ ولا كلمة، ولا كأنك شفت حاجة. مش عاوز ازعلك، ولو فتحت بقك بكلمة هقول ان انت اللي سرقت الفلوس، وانا لما كشفتك اتهمتني عشان تبعد التهمة عن نفسك، وممكن تلاقي الفلوس وقتها في شنطتك. اتلم واسكت، الواد ده معاه فلوس كتير. انت مش في السوق البس ازاي وبصرف البلد ازاي، وبعدين هيزعل شوية وهينسى. فلوس ابوك كتير، وما تقلقش يا عم، لما موضوعنا ما هديك نصيبك. خلاص ولا كلمة، سمعت؟ مالك يا ابني في ايه؟ مش عوايدك ساكت ليه؟ مش عارفه اقول لك ايه، بس انا شفت حاجه وخايفه اقول لك عليه. مالك شفت ايه؟ شفت الواد حامد بيسرق الفلوس من شنطه هيثم، ولما واجهته قال لي اوعى تنطق بكلمه، وانا خايفه اقول حاجه. الواد ده بلطجي وقليل الادب وممكن يأذيني في حاجه. انا مش عارف اقول لك ايه، بس انا ما شفتش حاجه، بس اللي انا اعرفه ان الساكت عن الحق شيطان اخرس، وعلى فكره دي امانه. امانه ازاي؟ ايوه امانه، من حق زميلك عليه انك تحافظ على صداقته وزمالته داخل الفصل، وتبعد عنه اي حاجه ممكن تاذيه، وكمان تعرفه مكان فلوسه المسروقه، وكمان تحمي زميلك اللي سرق امانه. ازاي ده كمان؟ ابن المفتري الحرامي ده في امانه تجاهه؟ ايوه، انك توجهه وتعرفه ان ده غلط، علشان ما تكبرش جواه الرذيله دي، والنهارده بيسرق زمايله بكره يسرق الشعب كله. يلا بينا الحصه بدات. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلوا يا شباب. شكرا يا استاذ. ايه مالك؟ انا مش لاقي فلوس يا استاذ. فلوس ايه؟ فلوس الرسوم بتاعتي. دور كويس يا حبيبي. هي كانت في الشنطه. وليه سبتها هنا؟ المفروض تبقى في جيبك. انا خفت طبعا مني في حوش المدرسه واحنا بنتفرج على الماتش، سبتها هنا. ده قصدك ايه يا حبيبي؟ قصدي ان في حد اخدها، انا متاكد، لان محمد كان معايا وانا بحطهم في الشنطه، ومشي معايا طول الفسحه، ولما رجعنا هو بنفسه شاف معايا ان الفلوس مش موجوده. ايوه يا استاذ، ده حصل. يعني انت بتتهم حد من زمايلك؟ انا ما قلتش كده، بس انا متاكد ان في حد اخدهم من الشنطه متعمد. يا اولاد، في حد اخد فلوس من شنطه زميلكم؟ شوف بقى يا عم، تلاقي صرف فلوسها وضيعها وجاي تهمها فين؟ ما تدور كويس يا عم انت. ايه يقعد يتكلم كويس وراعي مشاعر زميله، ده مؤدب ومحترم ومش ممكن يعمل كده. انا مضطر افتش الفصل يا شباب. استاذ مش متفتش. ايه يا ابني مالك؟ استاذ لو سمحت، انا شفت كل حاجه. شفت ايه يا عم؟ شفت الواد حامد اخد الفلوس من شنطه هيثم، وهددني اني ما اقولش حاجه، لكن لقيت من الامانه عليا انا اقول وامنع المنكر ده مهما حصل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من راى منكم منكرا فليغيره بيده، فان لم يستطع فبلسانه، فان لم يستطع فبقلبه، وذلك اضعف الايمان. هو اللي اخد الفلوس. كويس يا حبيبي انك عندك القوه انك تقف عند الحق وتنصره، اما انت فبجد خساره فيك انك خنت الامانه. انا ما خدتش حاجه، هو اللي خدها، هو اللي خدها. يا اولاد، الامانه دي مش فلوس وبس، ولا معاملات ماديه فقط. التلميذ ده خان الامانه. التلميذ ده خان الامانه، خان ثقه ابوه وامه اللي وضعوها فيه، لان تصرف زي ده مش ممكن هم يوافقوا عليه مهما كانت ظروفهم. التلميذ ده خان الامانه، خان تعليم مدرسين وتعليم مدرسته اللي كل همهم غرس القيم الاخلاقيه الجميله زي النظافه والاحترام والتواضع، واهم صفه فيهم هي صفه الامانه اللي لو ضاعت ضاع معها كل شيء. التلميذ ده خان الامانه. التلميذ ده خان الامانه بخيانته لنفسه. التلميذ الامين محبوب من المدرسين ومن زمايله ومن كل الناس. العامل الامين له قدر كبير عند رئيسه في العمل،
التاجر الامين ربنا يبارك فيه وفي تجارته. اما الخاين مكروه من طوب الارض. لازم كلنا نتحلى بصفه الامانه لانها عنوان شخصيتنا ودليل ايماننا. اهم صفه صار العرب انها شخصيه الانسان هي الامانه. انتوا عارفين يا ولاد، انتوا عارفين الشعب امانه في ايد الحاكم، والعدل امانه في ايد القاضي، والدين امانه في ايد العلماء، وطالب العلم امانه في ايد المعلم، والامن امانه في ايد الشرطه، والدفاع عن الوطن امانه في ايد الجيش. والخبر أمانة في إيد الإعلام، والخبر أمانة في إيد الإعلام، والمريض أمانة في إيد الطبيب، والأسرة أمانة في إيد الزوج، والأولاد والبيت أمانة في إيد الزوج، والقلم أمانة في إيد الكاتب. كل عمل أمانة في إيد القائم عليه، وأهم أمانة وأهم مؤتمن المعلم والمتعلم. المعلم الأمين الشريف القوي القادر على حمل الأمانة بشكل صحيح هيصنع مجتمع أمين ويبني أمة قوية ويرسم مستقبل مشرق في العالم الأمين، والطبيب الأمين، والإعلام الأمين، والمحامي الأمين، والضابط الامين، والتاجر الامين، والزوج الامين، والزوجه الامين، والتاجر الامين. فعلا يا ولاد اهم صفه من صفه بناء شخصيه الانسان الامانه. ابني شخصيتك بالامانه، واصنع حلمك وانت رايق ومتحضر ومرفوع الراس. أنا آسف أنا كده خنت الأمانة، خنت تعليم الدين والقرآن والسنة. الأمانة فضيلة جليلة كالقدر عظيم للأجر والصواب يتحقق بها الفلاح في الدنيا والآخرة. وقال تعالى: قد أفلح المؤمنون والذين هم لأماناتهم وعدوهم راعون.